السلام عليكم. معكم سالم. عندي 31 سنة. كنسكن في العروبية. في واحد النهار يلا بغيت ندخل مع الدار وهي تعيط ليا واحد المرأة. هاد المرأة انا كنعرفها، مرت واحد الدري صاحب خويا اللي كبر مني. خويا كبر مني ب6 سنين، كان عنده 37 سنة. خويا مشى خدم في المدينة، ولكن صاحبه خدم غير في العروبية وتزوج بواحد المرأة ما عرفتوش من جابها، حيت هي ما كتسكنش هنا في العروبية. هاد المرأة انا كانت كتجيني في شي شكل. المهم هي اللي جات وقفات عليا، هي كتعرف سميتي، قالت لي سالم واش تقدر تعاوني؟ قلت لها فاش؟ قالت لي عبد الرحيم مريض وبغيتك تعاوني. عبد الرحيم هو راجلها، كان هو صاحب خويا، وانا نقول لها ياك لاباس. قالت لي غير يلا معايا للدار. قلت لها واخا. تحركت معاها، مشينا للدار. مني دخلنا وانا تصدمت على الجعد، حيت داكشي اللي شفتو ما عمرني تخيلت غادي نشوفو. شفت عبد الرحيم صاحب خويا مربوط بالسلاسل. مني شافني بدا كيهضر معايا، قال لي يا سالم عاوني. داك المرة قالت لي ما تسمعش ليه، راه مريض. وانا نسولها، قلت لي علاش رابطه بحال هكا ورابطه بالسلاسل؟ قالت لي راه مسكون. قلت لها كيفاش مسكون؟ قالت لي على ما شتيش مؤخرا كيعاد داير، عاد غير كيغوت. راه شحال من مره ضربني، عرات ايديا وراتهم ليا. كانت ديك المرأة كتبان مصوته مزيان. انا هاد عبد الرحيم كنعرفو مزيان، حيت صاحب خويا من الصغر وساكن حدانا، كان حتى انا كنعرفو مزيان من الصغر. ولكن ما عمرني تخيلت غادي طرالي بحال هكا، ولا غادي يعود يصوت مراتو، يعود يرد لها الحام ازرق. المهم انا تصدمت بزاف، ولكن قلت بلا الناس راه كتبدل. على من الله شنو طرالي، حيت مؤخرا عبد الرحيم ما بقاش مرتاح، عاد كيتعامل مع الناس بواحد الطريقه خايبه بزاف. عاد لك يشوفوك يبغي يتضارب معه. شحال مره قلت لي السلام وقال لي علاش كتهضر معايا؟ هادشي كنت قلته لخويا، وقال لي ياك ما عنده شي ظروف، حيت بنادم مني كيكبر كيتزوج شحال من واحد كيتبدل، كيبدا كيطير لي العقل ولا كيفرفر. بدا كيهضر معايا كيقول لي سالم عاوني، وما تسمعش لها الهضره ديالها. انا داك الساعه بديت كنفكر، كنقول فيما ننطق، واش في السيد اللي كنسلم عليه وكيقول لي علاش كتهضر معايا، ولا في مراتو؟ داك الساعه داكشي كان باين وواضح. قلت غادي نطيق في مراتو قالت لي عندك تحل عليه السلسله، الا حليتي عليه السلسله راه غادي يتلاح فيك، غادي يدير لك اكثر من هادشي اللي دار ليا دابا. قالت لي انا وريتك غير يدي صافي، اما جسمي كامل راه داير بحال هكا. المهم بقات كتشكي عليا، بقات فيا. قالت لي هذا هو الحل اللي بقى عندي. قلت لها واش ديتي للسبيطار ولا شي بلاصه؟ قالت لي رديتو عند الفقيه، حيت هو مسكون، والفقيه هو اللي قال لي ربطيه وبقى يدير لي الرقيه حتى يعود لاباس، عاد حل عليه. وانا نقول لها فاش بغيتيني نعاونك دابا؟ قالت لي انا ما قدرتش نربط بوحدي، ربطت غير من ايدي، ولكن من رجليه ما قدرتش. قالت لي واش تقدر تعاوني؟ بقيت كنفكر وكنشوف في عبد الرحيم، بقى فيا بزاف، وانا نقول لها واخا انا غادي نعاونك. صافي تحنيت عاونتها، دغيا ربطنا، وهي تقول لي انا نجيب لك شي كاس ديال الماء باش تشرب، وانا نقول لها واخا. بدا كيعيط عليا عبد الرحيم، قال لي سالم قرب نقول لك. قربت منه، قال لي عاوني وما تديرش في الهضره ديالها، راه هي اللي سحرات ليا. بدا كيطلب فيا، كان كيبان لي عبد الرحيم طبيعي بزاف، ولكن قلت لك ما بغى يقولبني. اخر حاجه قالها لي هي عندك
عندك تشرب من داك الماء اللي غادي تعطيك. هذيك هي الحاجه اللي ما بغاش تخرج ليا من راسي. مني جابت ليا الماء كيف شديتو وننطلقو زلق ليا هو يتخوى. داك الكاس ما تهرس ما والو، طاكيتو. انا الهدف ديالي هو نخوي داك الماء ما نشربوش. ما عرفتش علاش درت داكشي اللي قال لي عبد الرحيم، ولكن ما حليتش عليه السلسله. صافي قلت لها انا غادي نمشي في حال هادي، يلا بغيت نخرج. قالت لي سالم اخويا سالم. قلت لها نعم. قالت لي هادشي اللي شتي الله يرضي عليك ما تقولها حتى شي واحد. وانا نقول لها علاش؟ قالت لي هادشي خصوصي، ما بغيت حتى شي واحد يعرفنا، راه الناس كيبغوا غير على من يهضروا. وانا نقول لها فهمت. صافي خرجت من عندها مشيت للدار، ولكن بقيت كنفكر في داك الشيء اللي قال لي عبد الرحيم. ما بغاش يحيد ليا من راسي. بغيت غير نسول شي واحد، زعما شي واحد يكون عارف واش عبد الرحيم مريض بصح ولا ما مريضش. ولكن فكرت بلا مراتو ما قالت حتى شي واحد. داك الشيء علاش جات قاصداني انا. داك الليله كامله وانا كنفكر. قلت نهار الاخر غادي نسولها نقول لها باش مريض وشكون عواد الفقيه اللي مشيتي عنده. حتى داك الساعه انا حسيت بالذنب وبديت كنفكر ياك ما درت شي حاجه ما كانش خاصني نديرها. في النهار الاخر بقيت كنتسنى قدام الدار. بغيت غير نشوفها ولكن داك المراه ما شفتها حتى الليل، حتى من ورا العشاء، حيت مرت عبد الرحيم كتمشي كتصلي كتشيل الجامع مع العيالات. مني كانت جايه يلا بغات تدخل الدار وانا نعيط لها. قلت لها لا. تلفتات لي قالت لي سالم. قلت لها بغيت نسولك. وهي تقول لي جابك الله اجي دخل شوف عبد الرحيم راه كان كيسول عليك. وانا نقول لها واه. قالت لي المهم دخلت شفت عبد الرحيم كان ناعس ومربوط تما بالسلاسل وملي وحدها الخبز. كان كيبان لي بحال شي حيوان. انا تصدمت مني شفتو في داك الحاله. حتى من داك الخبز كان كيبان قديم بزاف. وانا نقولها لا واش عبد الرحيم كياكل مزيان؟ قالت لي راه كنعطيه الخبز. قلت لها ما كتعطيه حتى شي حاجه اخرى من غير الخبز؟ قالت لي راه ما كيبغيش ياكل ليا. قلت لها عطيه غير شي حاجه راه حشومه. قالت لي كنتي بغيتي تسولني على شي حاجه، شنو هي الحاجه؟ قلت لها غير كنت بغيت نسول على عبد الرحيم وبغيت نعرف هاد الفقيه اللي قال لك ربطي عبد الرحيم بحال هكا. قالت لي علاش بغيتي تعرفو؟ واش بغيتي شي حاجه من عنده؟ قلت لها لا غير بغيت نسولو على عبد الرحيم. قالت لي علاش؟ واش ما طقتيش بالهضره ديالي؟ قلت لها لا ماشي بحال هكاك. وقالت لي شنو؟ قلت لها غير بغيت نسولو. قلت لها راه البارح حسيت بالذنب بزاف. وهي تقول لي سالم خلي هادشي مستور، الله يرضي عليك ما تقولها حتى شي واحد، راه دابا يفوت هادشي. قلت لها غير وريني الفقيه فينا هو. وهي تقول لي من الاحسن ما تعرفش. قلت لها علاش؟ قالت لي سالم صدمتيني فيك بزاف. قلت لها كيفاش؟ قالت لي درت فيك الثقه وعيطت عليك من دون الناس باش تعاوني، حيت عبد الرحيم كان ديما كيهضر عليك كيقول لي اعز واحد عندي هنا في الدوار هو سالم، ولكن انت دابا كتندم فيا، ما كانش عليا نقولها ليك ياك. قلت لها لا ماشي بهكاك، راه كنحس بالذنب. قالت لي حتى انا راه كنحس بالذنب. واش كاينه شي مرا غادي تبغي تربط راجلها بالسلاسل؟ وانا نقول لها صافي بلا ما تقولي لي داك الفقيه شكون هو. قلت لها انا غادي نمشي. خرجت من دار عبد الرحيم يلا بغيت نمشي للدار ندخل، وهي تعيط ليا واحد المراه حتى هي كتسكن حدانا. قالت لي ولدي سالم ياك لاباس؟ قلت لها لاباس. قالت لي رد البال من داك المراه، عندك دار لك شي حاجه خايبه كيف ما دارت لعبد الرحيم. انا داك الساعه تصدمت من الهضره ديال داك المراه. قلت لها كيفاش على لا يلا بغات تقول لي شي حاجه وهي تقول لي راه كطل. قلت لها شكون؟ قالت لي مرت عبد الرحيم. صافي مشات داك المراه دخلات للدار ديالهم.
حيت انا كنت واقف عند الباب ديال دارهم، كنت ديز من تما. ماني تلفت وانا نشوف مرت عبد الرحيم كتطل وكتشوف. من بعد وهي دخلت وما قالت لي حتى شي كلمه. انا في داك الساعه ما بقيت فاهم والو، صافي بحال تروند، ما بقيتش عارف شنو غادي ندير. مشيت للدار بقيت كنفكر. في الاخر قررت ندير حاجه واحده، هي نمشي نقلب على الفقيه بوحدي، حيت حنا عندنا جوج فقهاء كيداويو الناس في الدوار ديالنا، واحد كبير بزاف في السن والاخر مازال شويه صغير. قلت غادي نمشي عند الفقيه الكبير. صافي في النهار الاخر مشيت عند داك الفقيه اللي كبير في السن، سولته ولكن ما قالت لي والو على عبد الرحيم. قلت لي غير واش يمكن شي واحد تعالجو وتربطو بالسلاسل؟ قال لي لا ما يمكنش. واش عمرك شتي شي بنادم غادي تربط بالسلاسل؟ من الهضره ديال هاد الفقيه كان ماشي هو اللي قال لي ربطيه، قلت غادي يكون الاخر. مني مشيت عنده حتى هو سولته نفس السؤال، قال لي لا، قال لي ما يمكنش تربط شي واحد باش تعالجو. قال لي راه كاينه الرقيه الشرعيه. بجوجهم سولوني نفس السؤال، قالوا لي علاش كتسول؟ واش كتعرف شي واحد ربطو شي واحد؟ قلت لهم لا غير سولت، حيت واحد النهار قال لي واحد الدري صاحبي شي واحد طرالي بحال هكا. سولوني قال لي شكون هذا؟ قلت لهم غير واحد كنت تلاقيت معاه في المدينه. قالوا لي لا ما يمكنش. رجعت للدار وبديت كنفكر، ياك ما مرت عبد الرحيم كذبات عليا، وياك ما عبد الرحيم هو اللي قال لي الصح. بديت كنفكر، قلت غادي نمشي نهضر معاه. في الليل من ورا العشاء يلا خرجت من الدار، قلت غادي نبقى نتسنى داك السيده حتى تجي. ساعه هي ما كانتش في الجامع، هي خرجت من الدار ديالها وبدات كتعيط ليا. عيطت لي خويا سالم، سالم اجي نسولك عافاك. مشيت عندها قالت لي السلام. قلت لها وعليكم السلام. قالت لي واش تقدر تدخل نهضر معك؟ قلت لها لا نهضروا غير هنا قدام الباب. قالت لي لا راه غادي يعرفوا الناس داكشي اللي كانت قالت لك ما تقولها حتى شي واحد. بديت كنفكر كنقول واش نتشاد معها في الهضره باش اللي كانت شي حاجه تبان، ولا ندير بالهضره ديالها ونعرف كل شيء. قلت لها واخا. دخلنا مع الباب داتني ديريكت عند عبد الرحيم. فين كاين عبد الرحيم؟ كانت حالته خايبه، كان كيبان بحال مقلوب، حال عيني وكيشوف فيا كيبغي يهضر ولكن ما كيقدرش يهضر، بقى فيا بزاف. قالت لي واش بغيتي تشرب اتاي؟ قلت لها لا، شنو بغيتي؟ قالت لي البارح مني خرجتي من هنا تلاقيتي مع داك المراه ياك، شنو قالت لك؟ قلت لها سولتني غير على الوالده. قالت لي وما قالت لك والو على عبد الرحيم ولا علي انا؟ قلت لها لا ما قالت لي حتى شي حاجه. وهي تقول لي يا مرت عبد الرحيم وعلاش مني شافتني ديك المراه دخلت كتجري؟ قلت لها ما عرفتش. وانا نسولها قلت لها واش بيناتكم شي حاجه؟ قالت لي لا ما بيناتنا حتى حاجه، غير مني عدت كنمشي للجامع ما بقاتش كتقول لي السلام. وانا نقول لها هي بيناتكم شي حاجه، وهي تقول لي هادشي اللي بغيت نسولك عليه. وانا نقول لها انا بغيت نسولك على حاجه وحده. قالت لي شناهي؟ قلت لها الفقيه اللي مشيت عنده فين هو؟ صافي بغيت نمشي عنده. وهي تقول لي ما نقدرش نقول لك حيت داكشي خصوصي. بدات كتقنع فيا، قلت صافي ماشي مشكل. وهي تقول لي انا نمشي نعمر شي براد ديال اتاي، بقى مريح هنا مع عبد الرحيم ونسو شويه، راه شحال ما يجي عنده شي واحد. ديك الساعه قلت هذه الفرصه. قلت لها واخا. مشات كنسمعها كتقرقف في الكوزينه بعيده شويه. قربت من عبد الرحيم، قلت لها عبد الرحيم. هو يشوف فيا كانوا عيني بحال مقلوبين، وانا نقول له واش بصح انت مريض؟ هو يدير لي براسو لا. قلت له مالك؟ هو يهضر بشويه قال لي راه سحرات ليا. قلت له واش مرتك؟ قال لي هو يقول لي السلام عاوني الله يحفظك راه غادي نموت هنايا. المهم بقى فيا بزاف. في داك اللحظه كنت كنركز لي مع الهضره ديالو وما عرفتش بلا مراته واقفه من ورايا، حيت نسيت
ما بقيتش مركز على التقرقيب ديال الكوزينه، هي واقفه من ورايا وانا ما شفتهاش. مني حسيت بها وانا نتلفت، مني شفتها طاح مني النص، شافتني وبدات كضحك، ما قالت والو وما دارت والو. انا كان كيسحب لي غادي تضربني ولا دير لي شي حاجه، ولكن تعاملت معايا عادي بزاف، لدرجه انا ما بقيتش مرتاح. قالت لي انا نجيب لك البراد انا وشرب انت وعبد الرحيم، وانا نقول لها واخا. جابت البراد حطاتو على واحد الطابله، وانا كنت مريح هذا عبد الرحيم. قالت لي وكلو، وانا نقول لها واخا. خلات لينا داك الشيء ومشات، ما عرفتش شنو غادي ندير. عبد الرحيم قال لي لا بارك عليا ما توكلنيش انا داك السحر. تصدمت هذيك الساعه، انا كنت نسيت القضيه ديال ما خاصنيش ناكل الماكله ديالها. مني قال عبد الرحيم وانا نتفكرها، خليت داك البراد تما. بديت كنعيط على لا راني غادي نخرج، وهي تقول لي واخا، وهي تجي طلات شافت كيسان مازال عامرين، وهي تقول لي واش شربتي اتاي؟ قلت لها راه شربت شويه. قالت لي وعبد الرحيم؟ قلت لها حتى هو شرب شويه. وقالت لي بصحتك. حلات لي الباب قالت لي سير. مني كنت راجع الدار وانا ندوز من حتى داك الدار ديال ديك المراه اللي وقفاتني بالليل وقالت لي رد البال من مرت عبد الرحيم. وقفت قدام داك الدار، بغيت نمشي ندق عليهم نهضر مع داك المراه، وانا نتلفت من وراها وانا نشوف مرت عبد الرحيم كطل. درت بحال ضراتني رجلي، تحنيت وبديت كنحرك فيها. من بعد وانا نتحرك غادي صافي، قلت ما غاديش ندق عليها دابا تنشوف كيفاش غادي نتلاقى فيها. في النهار الاخر مع داك الظهر، في وقت اللي كنمشيو يتقداو الناس، كنمشيو لواحد السويقه كتكون حدانا. هاد السويقه كتكون غير نهار الخميس، ما كتكونش ديما، وداك النهار كان نهار الخميس. خرجت من الدار شويه بكري وانا نشوف داك المراه غاديه السويقه، حيت ديما كتمشي. هذيك المراه اللي كتسكن حدانا ماشي مرت عبد الرحيم، الاخر اللي بغيت نهضر معها. مني شفتها غاديه تبعتها من اللور، هي كبيره راه قد الوالده. تبعتها من اللور، مره كنت لفت من ورايا. المهم بقيت تابعها تمشينا للسويقه. السويقه ما بعيداش بزاف علينا، كنمشيو غير على رجلينا، ولكن الدواور الاخرين كيخاصها من مركوب باش يجو. المهم مني تخلطنا مع الناس وانا مشي عندها قلت لها خالتي. مني شافتني قالت لي سالم. صافي مشيت ريحت انا وياها في واحد البلاصه حدا واحد الخضار، وهي تبدا كتعاود لي على داك المراه. قالت لي سمعت بلا كتسحر الناس، وما عرفتش عبد الرحيم مين جابها ولا كيفاش تتعرف عليها. اصلا الناس كيقولوا عليها خايبه. هي تبقى كتهضر شويه، قالت لي راه واقيلا سحرات لي، راه مؤخرا ما بقاش مرتاح وعاد كيتناقش مع الناس وكيتضارب مع الناس. قلت لها خالتي راه هي كتمشي للجامع. قالت لي على السحاره ما كيمشوش للجامع باش يقولبوا الناس، راه كاينين وعطاهم الله. قالت لي المهم رد بالك مزيان، راه عبد الرحيم ما عرفناه فين هو، واش حي ولا ميت ولا دات ولا حتى في بلاصه. راه الناس كتهضر، وإلا شافوك الناس كتدخل عندهم ديما، وعبد الرحيم ما كنشوفوش. راه الناس غادي يبداو يفكروا افكار خايبه بزاف. غير انا كنعرفك مزيان ولدي سالم، داكشي علاش كنقول لك هادشي، رد البال مزيان. بقيت شاد فمي وانا نقول لها خالتي نقول لك واحد الحاجه وما تقولها حتى شي واحد. قالت لي نعم. قلت لها راه عبد الرحيم مربوط بالسلاسل، رابطه تما، وقالت لي بلا مريض وديما كتقول لي عاوني في شي حاجه ولا دخل هذا عبد الرحيم هضر معاه ونسو. وتقول لي المراه اللي واقفه معايا مسخوطه الوالدين هادي وعلاش رابطه؟ قلت لها راه حيت مريض راه مسكون. وتقول لي داك المراه راه هي اللي سكناتو، راه هي السبب في العتاب ديالو. قالت لي يا ولدي سالم راه هادشي خاص الناس يعرفوه، الا تعطلنا غشوي
راه عبد الرحيم غطرى لي شي حاجه خايبه. قلت لها شوفي خالتي، غدا غادي نفضي الامور ونعاون عبد الرحيم نحل عليه السلسله، غير صبر عليا نهار واحد. هو تقول لي واخا نهار واحد صافي. قلت لها صافي. في داك الليله مشيت دقيتها لدار عبد الرحيم، خرجت لي مراتو. قلت لها بغيت نشوف عبد الرحيم. قالت لي علاش؟ واش بغيتي شي حاجه؟ قلت لها لا، غير بغيت نجمع معاه شويه حيت بقى فيا بزاف ومني كنتفكر وكيضرني قلبي. تقول لي راك انت ظريف كيف ما قال عليك عبد الرحيم. قالت لي دخل ريح معاه. دخلت ريحت معاه. هي مشات الكوزينه كنسمعها كتشقى. عبد الرحيم كيشوف فيا وما كيقدرش يهضر مسكين. عبد الرحيم هي بزاف. انا كتجبت معايا لقات وديرو تحت من حوايجي. مني دخلت مشيت عند السلسله. دوك السلاسل ما كانوش غلاط بزاف. بديت كنورك عليهم باللقات. كنورك واحد شويه هرسات وحده وقالت الصوت ديال الهرس. مرت عبد الرحيم جات كتجري. قالت لي شنو هاد الصوت اللي تسمع؟ قلت لها غير شي حاجه طاحت. بدات كدور جيت السلسله. عبد الرحيم تك على داك الليد اللي مقطع فيه السلسله خداها. واخا هو عيان بزاف ولكن تصرف معايا كما خباش ايدو. كانت غادي تعيق بينا. المهم انا ارتاحيت هذيك الساعه حيت مراتو ما عاقت بوالو ومشات عاودت رجعت. بقيت كنهرس بالسلسله بقات غير وحده. مني هرست الثالثه جات مرت عبد الرحيم كتجري ويتعيق بيا كنهرس في السلاسل. بدات كتغوت عليا. هو هضر معايا عبد الرحيم قال لي ضربها بداك اللقات. وبدات مراتو كتغوت كتقول لي محشوماش عليك عبد الرحيم بغيتيه يضربني. بقات كتقول لي يا سالم شنو كدير؟ واش عارف شنو كدير؟ راه اللي دار لي عبد الرحيم شي حاجه راك غادي تتحمل المسؤوليه. انا ما تسوقتش لها الهضره ديالها. زيد داك اللقات قلت لها غادي تبعدي ولا غادي نضربك. ديك المراه تخلعات وبعدات. مشيت قربت من عبد الرحيم. قربت لي من الرجل اللي بقات وانا مبقى كنزير في داك السلسله حتى قطعتها حتى قرضتها. هضرت مع عبد الرحيم قلت لي شنو غادي ندير؟ قال لي خرجني من هاد الدار. يلا بديت كنوقف فيه. وقفات قدامي مراتو قالت لي فين غادي؟ غادي نعيطك على الجدارميه. قلت لها غير عيط عليهم دابا نشوفوا شكون اللي غادي يمشي. ويتبدا كتهضر بواحد الطريقه مفقسه بزاف. قالت لي انا ندمانه بزاف. قلت لي على اش ندمانه؟ قالت لي مني حصلتك كتهضر مع عبد الرحيم هذيك النهار مني كنت واقفه وراك قال لي نضربك ونربطك تنت هنايا معاه. في داك الساعه بينات على الحقيقه ديالها. انا تصدمت بزاف. وانا نقول لها صافي دابا مني عرفت كل شيء. انا عارف شنو غادي ندير. هزيت داك اللقات في ايدي. وقفت عبد الرحيم بقينا غاديين بشوي. هي كتوقف لينا في الطريق. عادت الحاجه اللي لقاتها كتزف عليا بها. المهم شحال من حاجه قسحاتني في ايديا ولكن بقيت غادي حتى خرجت من الباب. بدات مرت عبد الرحيم كتخوت كتقول الناس عاونوني. الناس خرجوا من الدور وبداو كيتجمعوا. مني شافوني انا وعبد الرحيم ما تسوقوش الهضره ديالها خلاوها كتغوت. جاو عندي انا كيسولوا فيا كيقولوا لي سالم حيت انا معروف في الدوار. ما عمرني ضاربت مع شي واحد، ما عمرني تخاصمت مع شي واحد ولا درت شي حاجه خايبه. كاع الناس كيعرفوني داخل سق راسي وما كاينش شي واحد في الدوار ما كنقولش ليه السلام. جاو الناس كيسولوا فيا وكيسولوني على عبد الرحيم. بديت كنعاود ليهم داكشي. يلا بغاو يشدوا داك المراه ويدخلوا سدات على الدار. شي وحدين من الدوار مشاو عند الجدارميه. بقينا مريحين تما كنتسناو فيهم. مني جاو الجدارميه سمعوا داكشي اللي عاودت ليهم وشافوا حالة عبد الرحيم مشاو دقوا على داك المراه ما بغاش تحل لهم. بقاو كيهضروا في داك التليفون ديالهم. من بعد ما يفرقعوا الباب ودخلوا.
لقاو داك المرا طايحة سخفانة. الناس تخلعوا بزاف، صحاب لهم داك المرا دارت شي حاجة في راسها، ولكن هي كانت غير سخفانة. بقاو كيفيقوا في الجدارمية حتى فاقت، هزوها معاهم ودوها. واحد الراجل حدانا عنده الطوموبيل، هزو فيها عبد الرحيم ودوه للسبيطار ديال المدينة. انا بقيت مريح غير في الدار. الوالدة قالت لي عاود لي شنو طرا، عاودت ليها هي والوالد. يبقى فيهم عبد الرحيم بزاف. خرجت قدام الباب بقيت كنتسنى. عبد الرحيم ما جابوش. صافي دخلت نعست. في النهار الاخر سمعت بلا عبد الرحيم جابو وعاد لاباس. عرفت بلا عبد الرحيم جا من السبيطار. بقى مريح مع داك الراجل مال الطوموبيل، حيت والدين عبد الرحيم ماتوا داك العام مساكن. صونا لي خويا وقال لي واش بصح داكشي اللي عاودوا لي الناس. قلت لي واش كتهضر على عبد الرحيم؟ قال لي قلت لي قال لي كنت لاباس؟ قلت لي لاباس. قال لي شكرا بزاف. قال لي راه عبد الرحيم راه صاحبي وما عمرني غادي نلقى بحالو. بغيت نقول لي راني ما طقتش فيه وطقت في مراتو وانا بقى غير ساكت، حيت بقى فيا الحال بزاف من راسي، حيت انا طقت في داك المراه اللي عاد شفتها عاد تزوج بها عبد الرحيم، وهداك اللي انا كابر معاه ما طقتش فيه. شو دابا بنادم الاخطاء اللي كيبدا كيدير اخطاء خايبه بزاف، لدرجه مني كتجي كتبدا كتفكر كتقول واش انا طقت في المراه وما طقتش في عبد الرحيم اللي بحال خويا. ديك مرت عبد الرحيم لقاو عندها السوابق عندهم علاقه بالسحر. كان هي الدوسي ديالها خايب، غير ما عرفت كيفاش تجات هنا وطيحت عبد الرحيم في الشبكه. عبد الرحيم الحمد لله عاد بخير وعلى خير وبدا كيتحسن، حتى علاقته بالناس بدات كترجع كيف ما كانت. كان مأثر عليه غير السحر اللي كانت كدير ليه مراتو. علاش كانت كديرو ليها انا ما عرفتش. وكانت هذه النهاية ديال القصه ديالي. لا فامي ديالي فيما كيدخل البرد الصوت ديالي كيبدا كيتبدل، حيت انا عندي حساسيه من البرد. كنكون كنعاود في القصه حتى كنبح كيمشي ليا الصوت ديالي. في حال لاحظت بلا الصوت ديالي كيتبدل مره عارفو بسبب البرد، حيت عندنا شويه البرد قازح انا في مدينه اسفي. لا فامي ديالي كانت هذه النهاية ديال القصه. كنتمنى تكون عجباتكم وعشتوا معها. ما تنسوش لايكات ديالكم والتعاليق الزوينه اللي بحال وجهكم. بالنسبه للناس الجداد، الى عجبتكم القصه وعجبكم الصوت والطريقه باش كنعاود، كنتمنى تشتركوا وتفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ونتشوفوا في قصه جديده ان شاء الله. كان معكم الراوي يوسف من مدينه اسفي.